معنا. السلام عليكم، معكم بسام سلسلة بسام في المتحف. احنا في فبراير 2024 قدام ما اطلق عليه في اوروبا والغرب جوكاندا اوف انشنت ايجيبت او الموناليزا اوف انشنت ايجيبت. طبعا مقارنة دي بالموناليزا، الموناليزا تروح تنام واحنا عندنا اوزات ميدوم الست. اوزات ميدوم الست المفاجأة الأولى، الألوان اللي حضراتكم شايفينها بالتفصيل دي ألوان أصلية. يعني احنا بنتكلم على 4000 سنة والألوان دي ما زالت باقية من غير ما من غير ما حد يضيف عليها ألوان. واحد. اثنين، الرمزيه، لان مفيش بقى هيروغليفي يشرح لنا المنظر عباره عن ايه؟ منظر اهو ناس مصر القديمه، هو مكمل لك المنظر حديثا، معاهم شبكه، موجود طيور، موجود عمال واخدين الابقار والثيران، تمام التمام. نبص على السكس بيس المليون. هذه الاوزات منها اوزات ما زالت تعيش الان، يعني النوعيه دي، وفي ده اسمه الريد بريست، ده اللي هو ابو صدر احمر ده موجود. خلاص؟ بصينا لقينا ايه؟ الرمزيه، في ثلاثه على اليمين وثلاثه على الشمال، فكره الثنائيه، فكره الدواليتي، زي ما اتفقنا فكره السيمتريه كانت موجوده في مصر. عندنا كمان ثالث حاجه لاحظناها، ان الاوزه دي بتاكل من الارض، وكمان الاوزه دي بتاكل من الارض، يبقى اللي اقصى اليمين واقصى اليسار بيعملوا نفس الحركه، اما عن الاربعه اللي في الوسط بيعملوا نفس الحركه. فكانك قدام كتالوج لمعرفه انواع الطيور، واللي المصري القديم كان بيحب يعملها دوكيومنتيشن بشكل جميل، ولكن هذا لا